الصلاة على النبي كده. تعالي نعمل احلى قوام واحلى صلصة وحمرة جدا، واكنها انت جايباها جاهزة في البطرمانات الجاهزة ديت والعلب الجاهزة، بس احلى بكتير. تعالي اقولك على مكونين سر جدا وهيعلوا معاكي التيست قوي وهيحمر لك الصلصة بتاعتك. وتعالي نشوف انا عملتها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله. نصلي على الحبيب عشان قلوبنا تطيب. كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان على الأبواب. طيب الله رمضانكم وعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. ربنا يا رب يسعدنا جميعا. دي كانت عندي طماطم في الفريزر. بصي أنا كنت دايما بحبها أشيلها كده صحيحة وأطلعها ساعة العمايل الأكل. بطلع الكمية اللي أنا عايزاها وأروح مديها شطفة وأروح أسيبها تهدى وبعد كده أضربها في خلاط. حصل عندي دروب خلاني طلعتها من الفريزر. انا هنا بس تعالي اهم حاجه اقولك على المكون الحلو قوي اللي هيخلي معايا تيست طعم الطماطم حلو قوي وزي بتاع المطاعم. إيه زي بتاع البطرمانات؟ مطاعم ايه؟ معلش. زي بتاع البطرمانات اللي انت بتجيبيها العلب الجاهزه. شايفه الفلفل ده؟ قرنين فلفل اخضر حطيتهم في قلب السليق. بصي لو انا المفروض كنت احط فلفل الوان بس انا ما عنديش فلفل الوان، فقلت اتصرف ساعتها وكنت مضطره ان انا لازم اسلقها. لازم اصلصها. طلعت القرنين القرنين الفلفل دول يا دوب، يعني عارفه انت مش حمرة قوي بس هيدوني ايه الطعم. يعني لو فلفل الوان هيبقى احسن طبعا، هيديني طعم وهيديني لون. بس يلا مش مشكله. هنا كنت طبعا ما مش بنحط لها ميه خالص. نارك هاديه جدا جدا جدا. مش جدا جدا، يعني خليها نار وسط وسيبيها هي هتبك ميتها وهترجع تشرب ميتها وهتكون ايه استوت معانا. والكميه بتاعتها طبعا هتلاقي ايه بقت نص الحله. لو الحله انت ملياها على الاخر على اخر اصلا هتلاقي بقت نص الحله. فانا اضطريت ان انا اطلعها من التلاجة لان كان في مشكله عندي في التلاجة. لقيتها مره واحده وقفت تتليج ان هي تتلج. يعني انا من ساعة ما مثلا شلت الحاجة في الفريزر ما فتحتش الفريزر خلاص. جيت بالصدفة كنت جايبة فينو لعيالي عشان خاطر الحضانة يعني وكده. فبشيله في الفريزر بصراحة والصبح بروح مطلعاه مهوية 5 دقايق كده جنبي كأنك لسه جايباه من الفرن. ما علينا دي مش قصتنا. بس هو ده اللي خلاني يعني ان انا اكتشف ان الفريزر ابتدى يفك الحاجة. ابتديت كده الاكياس تعرق وان الحاجة ايه ضعفت كده شوية. ايه ده في ايه؟ تابعتها مرة واتنين وتلاتة لقيت برضو نفس النظام. فكلمت الراجل بتاع التلاجات جه شافها وبتاع. قال لي ده في سلك ملمس ومش عارف ايه. المهم محلش الموضوع وخد بعضه. يعني قال لي لا كده تمام وانا ظبطت الدنيا يعني وكده وخلاص. شوفيها يعني كمان ساعة كده ابتدي رصي حاجتك وشوفي الدنيا ايه. رصيت حاجتي وجيت تاني يوم الحاجة، يعني عارفة انتي قلتي يمكن لسه ما جمدتش معلش اسيبها كمان شوية. سبتها مثلا لغاية على الساعة 5 6 كده. لقيت لا الموضوع ابتدى يسوق بقى ان الحاجة ابتدت ان هي ايه تطرى مني وتبوظ مني. رحت مكلمة الراجل تاني جبته فضيت الحاجة تاني من الفريزر. راح قعد وشاف قال لي لا ده العيب في الترموستات ومش عارف ايه. طب المهم ايه عشان الحاجة دي خسارة ان هي تبوظ. انت طبعا عارف ان رمضان داخل علينا والناس برضو اللي ايه بنجهز معانا طماطم معانا شوية عصير حطهم في الفريزر كده. راح قال لي لا ان شاء الله تمام المهم ان ايه الطماطم دي طلعتها لقيتها فكت شويه. فقلت لا طب فكت كده وبتاع انا ما بحبش الحاجه ان هي تفك وتطرى وارجع اجمدها تاني. لا طب تعالي بقى رحت حطها في الحله بصراحه وقلت ايه نسلقها ونعملها زي الطماطم زي البطرمانات بالظبط. بس امان عليك يا ست الكل وحياة حبيبك النبي محمد تعملي لي اشتراك عندي في قناه على اليوتيوب لو انت مش عامله لي اشتراك، واعملي لي متابعه على الفيسبوك وحطي لي اللايك بتاعك. ربنا يسعد قلبك يا رب ويبارك في حياتك ويبارك في اولادك ويبارك في رزقك وفي شقتك وفي كل حاجه يا رب. امين يا رب العالمين. ربنا يرزقكم كده ويوسع عليكم ويبعت لكم الخير صبا صبا. امين يا رب العالمين. انا هنا كانت طبعا لما اتسلقت معايا وخدت السوا بتاعها وحسيت ان هي خلاص كده تمام رحت طافيه عليها ركنتها. قلت عشان تبرد عشان ارجع ايه اضربها في الخلاط. انا هنا طبعا كنت جايبه بقى حله تانية باخد من الحله الاولانيه خلاص انا بضربهم في الخلاط. بصي لو هي تقيله شويه زودي شويه ميه. لو هي تقيله معاكي فزودي معاها شويه ميه. هتلاقيه ايه عشان تمشي معاكي في المصفى. يعني انا الحله دي وحاطه لها مصفى وبايدك بقى ايه طول ما انت واقفه اقعدي قلبي كده لغايه ايه عشان تنزل معاكي كله. انا دلوقتي هسيب اصلا المعلقه اللي في ايدي دي لان انا زهقت. انا حاسه ان هي مش بتصفي ومش هتنجزني بصراحه. رحت بقى ركنها على جنب.
رحت ماسكه بقى بايدي وقعدت اعصر. بصي بقى يعني اللي هو ايه، على قد ما تقدري افضلي اعصري فيها جامد قوي علشان خاطر تنزل كل الطماطم بتاعتها، عشان خاطر يعني خساره ان احنا برضو ايه نسيب شويه طماطم ولا حاجه. لا، هي ايدك هي اللي هتنجز الموضوع. المعلقه دي مش ما كانتش نافعه معايا بصراحه. المهم هفصل طبعا الفيديو، مش هعمل كده قدام حد عشان ممكن ما يكونش في حد بيتضايق يقرف مش عارف ايه، مع اني يعني انتي ده بتاع اكلك، هو ده مطبخك، فاكيد كلنا بنعمل بايدينا. آه هنا بصي انا كنت بوريكي يعني التفل اللي طلع منها والبذر اللي طلع منها. بصي مش كتير. الصلصه كده معايا تنفع لمكرونه، لو انا هعمل مكرونه تطلع جاهزه على طول. هعمل ثانيتين بيتزا مش عارف ايه برضه تبقى جاهزه معايا على طول. بس تعالي بس ايه وهنرجع للموضوع ده تاني. معايا بطرمان، ده الاختبار التاني او ده اللي هيعلي التست معايا التاني. معايا بطرمان صلصه اي نوع انت بتحبيه. فضيه كله كله كله، هيديكي نفس بقى الطعم جدا جدا بتاع البطرمانات. هيديكي نفس الطعم وهيحمر لك الطماطم جدا، بدل ما تيجي تعملي مثلا تضربي طماطم وتاخدي معلقه صلصه او معلقتين معجون طماطم من البطرمان، والبطرمان يخلص معانا بسرعه عشان طبعا استهلاكك فيه كتير. لا، انا هرمي الطماطم البطرمان كله على قلب الحله كلها. كده انا مش هحتاج صلصه تاني اصلا. انا كنت بحط المعجون الطماطم ده عشان يحمر لي الطماطم. انا خلاص كده الاوريدي بتاعي ان الطماطم بتاعتي حمرا جدا. يعني ممكن اصلا تبقى في الكيس تقيله قوي. انت ممكن لو انت بتعملي طبيخ ولا بتعملي حاجه هتزوديها شويه شوربه عشان ما تبقاش تقيله قوي. زي ما قلت لك كده هي جاهزه معايا. لو انت مثلا هتخليها للطبيخ بس وعاملاها للطبيخ بس، ما تصفيهاش. ملهاش لازمه ان انت تمسكي المصفى يعني وتصفيها. بس مثلا لو عايزاها للمكرونه تمام، مش هتبقى جاهزه جدا، هتبقى بيور كده ما فيهاش تفل ما فيهاش بذر، هتبقى معاكي حلوه قوي. هتعملي بيتزا هتعملي مكرونه. الطبيخ برضو عادي دخليها في الطبيخ بالعكس هتبقى حلوه قوي. وطبعا واخده تيست عالي قوي بسبب الفلفل، واخده تيست قوي برضو بسبب البطرمان اللي احنا فضيناه، فهو ادانا الحمار وادانا الطعم. جربيها مش هتندمي. المهم هنا طبعا انا ما ينفعش اخرج من المطبخ غير لما الم المواعين. عندي شويه مواعين، نذكر ربنا، ندعي ربنا، يا رب يا رب يا رب. طول ما انا واقفه بقى ادعي باللي نفسك فيه. اللهم اني اسالك يسرا ليس بعدها عسر، وغنى ليس بعده فقر، وامانا ليس بعدها خوف، وسعاده ليس بعدها شقاء. اكتبي الادعيه دي لو انتي بصي مش حافظاها. اكتبيها. انا على فكره كنت بكتب ورقه كده واروح حطاها قدامي، وطول ما انا واقفه بصراحه يعني انا الفقره عندي بتاعت المواعين دي مخليها بصراحه للذكر والادعيه. ده لو مش جميله وليلي واقفين تحت مني وعمالين يضايقوني وواقفين تحت رجلي، ودي عماله تيجي مش عارف يا ماما ودي يا ماما. عارفه انت بتلاقيني اتعصبت عليهم كده، اطلعوا بقى بره. بتضايق قوي. بحب فعلا بجد ان انا فقره الغسيل دي اللي هو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. دايما دايما وانا بغسل المواعين بقعد اقول لكم كده بصراحه. انا عندي هنا الحله الالمونيا دي كنز. كنز بالنسبه للعرايس اللي بتقعد تجيب اجهزه وبتجيب حلل كتير وانواع كتير. والله والله يا بنتي الحلل الألمونيا دي حلوة قوي. طعمها حلو ما بيغيرش الطعم. تيفال بيغير طعم جدا، بتحس طعم الأكل بصراحة ما بيعجبنيش. طعم السيراميك بصراحة برضو ما بيعجبنيش. أنا عندي تيفال وعندي سيراميك بصراحة ما عجبنيش خالص. بدليل إن مثلا الواحدة أول ما بتيجي تتجوز مثلا جوزها يقول لها لا الأكل ده مش زي بتاع أمي، في حاجة غلط. فعشان خاطر بتبقى طبعا بسبب الحلل. احنا متعودين على الألمونيا ومتربيين على الألمونيا. والله بيطلع طعم الأكل وتست الأكل. هو ما اعرفش ما هو الالومنيوم اللي هو امسك السلكه بقى. بصي خلي الالومنيوم كده تلمع من جوه في لمعه كده، لازم اطلع اللمعه دي بالسلكه. بمسكها كده بصراحه. انما بقى التيفال ده اللي مش عايز يدعك، السيراميك ده اللي مش عايز يدعك. فانا بصراحه لا، انا راكناهم بسبب ان انا طعم الاكل بيبقى مختلف جدا بسبب الحاجات دي، بسبب الحاجات الجديدة اللي احنا مطلعينها دي. فهي الألمونيا بجد مش هتستغني عنها والله صدقيني. يعني لو في واحدة جايبة كل حاجة ومش جايبة ألمونيا، لا هاتي ألمونيا عشان انتي أكلك كله هيبقى في الألمونيا، وبكرة تشوفي وتعرفي. هي في ساعة أول الجواز بس بنبقى فرحانين بالحاجات الجديدة دي، وتلاقينا طلعنا ده وده 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 وجبنا من النيش، وبعد كده اركن وقفل. يعني أنا عندي النيش ده لكنه قفل يبقى من العيد للعيد كده بنفتحه ونغسله ونرجع نرص الحاجة تاني. عندي حاجة المطبخ، هي حاجة المطبخ هي اللي أنا باطلّعها يعني وشغّالة بيها بس. حتى لو حاجة اتكسرت عادي ممكن أجيب بدالها. لكن النيش مخلّيها بقى بناتي تكبر كده، أمّا بنتِك تكبر ييجي لها عرايس، ييجي لِك ناس بقى غريبة تخُش عندِك مش عارف إيه، تبقى الحاجة كده مُشرّفة وحلوة. مش راكنينها يعني إن إحنا هنخلّلها، لأ، بس ليها وقتها.
ليها عوزة، هنعوزها وهنحتاجها، بس مش دلوقتي. يعني ما تقوليش لأ هو أنا مش هاتهنى بيها، هو أنا مش لأ هتتهني بيها، ده الحاجة دي هتشرفِك جدًا على فكرة، يوم ما الناس تخش بيتِك. هنا طبعًا كانت الصلصة بقى خلاص أنا لمّا حطيت البطرمان الصلصة وقلّبتها ويا دوبك أول ما ادِّت بقبقة كده غلوة واحدة بس، رُحت قافلة عليها وركنتها. طبعًا غيّرت هدومي لإني كنت مطرطشة الدنيا، ومسحت البوتاجاز برضه، ومسكت الحمام معايا بالمرّة، وهنا كنت عبيت الأكياس وخلاص خلّصنا، ما فيش غير الحلة اللي أنا كان فيها الصلصة دي بس. هنا بُصّي لو ما عندِك صينية في قلب الفريزر دخّليها كده بحيث إن ما تاخدش مكان، وبعد كده باشيل الصينية وبعد كده أرصّيهم فوق بعض، مش هياخد عنِّك مكان. شكرًا، ربنا يسعد قلبِك.